السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن حدث مهم ينتظره جميع عشاق كرة القدم في مصر. منتخب مصر لكرة القدم يستعد لانطلاق معسكره التدريبي يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر في إطار التحضير لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. فلنتعرف على تفاصيل هذا المعسكر وأهميته. ولكن قبل أن تستمر في مشاهدة هذا الفيديو، أرجوك انزل الأسفل واضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة. هذا الدعم لن يكلفك شيئا. تقرر أن يجتمع لاعبو المنتخب المصري الأول لكرة القدم في 2 ظهر يوم الأحد 6 أكتوبر في أحد فنادق التجمع الخامس. هذا التجمع يأتي ضمن الاستعدادات المكثفة التي يقوم بها المنتخب تحت قيادة المدرب حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المقبلة. سيبدأ معسكر منتخب مصر يوم 6 أكتوبر، حيث ستنطلق أولى تدريبات الفراعنة في الساعة 7 مساء على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي. هذا الملعب يحمل ذكريات جميلة للكرة المصرية، حيث شهد العديد من الانتصارات واللحظات التاريخية. سيتضمن المعسكر تدريبات يومية مكثفة تهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا لمواجهة منتخب موريتانيا. لذا فإن كل لاعب سيكون تحت ضغط كبير لإثبات نفسه والانضمام إلى التشكيلة الأساسية. مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ستقام يوم الجمعة 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي. هذه المباراة ستكون بمثابة اختبار حقيقي للفريقين، حيث يتوقع حضور جماهير كبير لدعم ومساندة المنتخب المصري. بعد ذلك ستكون هناك مباراة العودة في الجولة الرابعة، والتي ستقام عصر يوم 15 أكتوبر في دولة موريتانيا. هذه المباراة ستكون خارج الديار، مما يضيف تحديا إضافيا للاعبين. قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراة موريتانيا المقررة يوم 11 و 15 أكتوبر في الجولة الثانية والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. في حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير. أما في خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شريف، محمد شحاتة، أحمد عيد. في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمد حسن تريزيجي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل. في خط الهجوم هناك مصطفى محمد وأسامة فيصل. تعتبر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ذات أهمية كبيرة، حيث يسعى المنتخب المصري للعودة إلى منصات التتويج. تاريخ المنتخب مليء بالإنجازات، ويأمل الجميع أن يضيف المنتخب لقبا جديدا في السنوات القادمة. الاستعدادات الجادة خلال المعسكر ستساعد في تعزيز روح الفريق وتطوير الأداء الجماعي، مما ينعكس بشكل إيجابي على نتائج المنتخب المصري في التصفيات. ومن المهم أيضا أن نذكر دور الجماهير في دعم المنتخب المصري. حضور جماهير في 11 أكتوبر سيكون له تأثير كبير على اللاعبين. الشغف والحماس الذي يقدمه المشجعين يعزز من الروح المعنوية للفريق ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم. لذلك ندعو جميع عشاق كرة القدم المصريين إلى الحضور ودعم المنتخب المصري. كونوا جزءا من هذا الحدث وشاركوا في صنع التاريخ. وفي الختام نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في معسكره التدريبي والمباريات القادمة. دعونا نتمنى أن نرى أداء مميزا من اللاعبين وأن تحققوا النتائج المرجوة في التصفيات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد حول أخبار المنتخب المصري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في فيديو جديد.